بالطبع. إليك بعض الحقائق المثيرة عن الفراعنة المصريين. 1. الفراعنة حكموا مصر لأكثر من 3000 سنة، من حوالي عام 300 قرن متر حتى عام 33 قرن من. 2. الفراعنة كانوا يعتقدون في الآلهة المتعددة، وكانت الديانة المصرية تتطور وتتغير عبر العصور. 3. أول فرعون مصري موثق تاريخيا هو مينا، الذي حكم في الأسرة الأولى حوالي عام 300 قوم. 4. بناء الأهرامات بدأ في العصر القديم، وتمثلت ذروته في الأسرة الرابعة مع أهرامات الجيزة. 5. الفراعنة كان لديهم نظام كتابة متقدم يسمى الهيروغليفية، والتي تستخدم رموزا وصورا للتعبير عن الأفكار والأصوات. 6. الفراعنة يعتبرون من أوائل الشعوب الذين طوروا نظاما مركزيا للحكم وإدارة الدولة. 7. معابد الفراعنة كانت مراكز للعبادة والتقديس، وكانت تصمم لتعكس قوة الفراعنة ورغبتهم في إظهار الربط بين السماء والأرض. مهنة. الفراعنة كانوا يمارسون مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية والثقافية، بما في ذلك الأدب والموسيقى والرقص. 9. تمتلك مصر العديد من المقابر الملكية المكتشفة، مثل وادي الملوك ووادي الملكات في طيبة. 10. الفراعنة كان لديهم اعتقادات متقدمة في الطب والتدريب الرياضي، وتمتعوا بمعرفة واسعة في النجومية والفلك. 11. الفراعنة كانوا يحتفظون بقوانين مدونة ونظام قضائي متقدم للحفاظ على النظام والسلم الاجتماعي. 12. لعبت النيل دورا حيويا في حضارة الفراعنة، حيث كانت مصر تعتمد على زراعتها وفيضاناتها السنوية. 13. الفراعنة كانوا يروجون للفروسية وصيد الأسماك والصيد كأنشطة ترفيهية شائعة بين الطبقة الحاكمة. 14. تمتلك مصر العديد من الأهرامات والأبنية الكبرى، التي تعد من أبرز التحف المعمارية في التاريخ القديم. 15. الفراعنة اعتمدوا على الأقاليم الإدارية المحلية لتنظيم إدارة مصر والسيطرة على الموارد. 16. كان للفراعنة دورا دينيا مركزيا، حيث كان الملك يعتبر مقدسا وكان له صلاحيات دينية كبيرة. 17. تمتلك مصر مجموعة من المقابر والأضرحة التي تعود إلى الفراعنة وتعكس الاحتفال بالحياة بعد الموت. 18. كانت العمليات التجارية والتجارة الخارجية من النهج الأساسي للسياسة الاقتصادية للفراعنة. 19. الفراعنة كان لديهم نظام متقدم للإنشاءات والبناء، تمثلت في بناء الأهرامات والمعابد والمقابر. 20. حتى بعد سقوط الإمبراطورية الفرعونية، استمر تأثير الثقافة المصرية القديمة على العديد من الحضارات اللاحقة.